السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتنا سبلاي تشين بالعربي. النهارده هنتكلم عن آخر جزء في السبلاي تشين وهو اللوجيستكس. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن السبلاي تشين بصورة عامة، عن المشتريات بصورة عامة، عن البلاننج أو البرودكشن بلاننج أو التخطيط بصورة عامة، عن المخازن بصورة عامة. النهارده هنتكلم عن اللوجيستكس. في الحقيقة في أي سبلاي تشين اللوجيستكس بينقسم لقسمين. في حاجه اسمها inbound logistics وفي حاجه اسمها outbound logistics. ايه هو الانباوند لوجيستكس وايه هو الاوتباوند لوجيستكس؟ الانباوند لوجيستكس او البروسيس ده هو احضار او جلب المكونات والخامات من الموردين للمصنع. الاوتباوند لوجيستكس هو شحن المنتج التام للعميل. زي ما قلنا في المثال بتاعنا بتاع ازازه الميه، بعد ما الاوردر جه للشركه واداره المشتريات بعتت للموردين احنا محتاجين ايه، وبعتت لهم اوامر التوريد وخدت الاوردر كونفirmation. قلنا ان هي هتعمل لينك ما بين الموردين واداره اللوجيستكس. فدلوقتي جه الوقت ان احنا هنشحن المنتجات او المكونات دي من عند الموردين للشركه. زي ما احنا قلنا في المثال في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا عندنا 2 موردين محليين و2 موردين بره البلد اللي احنا قاعدين فيها. فكده اللوجيستكس هيعمل حاجتين، هيعمل نقل وهيعمل شحن. هيعمل نقل من عند الموردين المحليين للمصنع، وهيعمل شحن للمنتجات دي من بره البلد اللي احنا قاعدين فيها، واللي هنا احنا بنتكلم عن مصر. هيشحنهم من بره مصر لجوه مصر. طيب بالنسبه للنقل ما ده موضوع سهل. كل الموضوع ان احنا هنتفق مع شركه نقل، او لو الشركه نفسها عندها عربيات نقل ممكن ننقل بيها المكونات والخامات دي من عند الموردين للمصنع. مفيش اي اجراءات تانية بتتعمل فيها غير الفحص. والفحص ده بيتم بعد ما الحاجات دي بنستلمها في المخازن، وبيتم عن طريق اداره الكواليتي او اداره الجوده. الحاجه الثانيه او المهمه الثانيه وهي الشحن. لو الموردين دول بقى بره مصر، هتبدا اداره اللوجيستكس ان هي تتواصل معاهم بعد اللينك اللي هيعمله اداره المشتريات ما بين اللوجيستكس وما بين المورد. هيبتدي اللوجيستكس يحدد مكان المورد الخارجي ده موجود فين، وبناء عليه هيبتدي ان هو هيتواصل معاه، هيساله او هيعرف منه الدايمنشنز او الابعاد بتاعه الشحنه اللي احنا محتاجين نشحنها دي هي قد ايه، عباره عن ايه، كام باليتا، وزن كل باليتا قد ايه، وزن الشحنه ككل قد ايه. وهيبدا يبعت الداتا دي كلها لشركات الشحن، وهيبتدي ان هو يجيب ريتس او هيبتدي يجيب عروض اسعار للشحن. ولنفترض ان هو هيجيب 3 عروض اسعار من 3 شركات شحن، بيبتدي يقارن ما بين الفتره بتاعه الشحن، هتتشحن في خلال مده قد ايه، فلوسها قد ايه. والمقارنه دي بيستعين فيها بالبلاننج، بحيث ان هو بيبلغهم والله يا جماعه احنا قدامنا كذا طريقه للشحن. ممكن نجيب الاوردر ده في يومين، ممكن نجيبه في 3 ايام، ممكن نجيبه في شهر، وكل حاجه ليها سعر. طيب دلوقتي بعد ما عرف المده، عرف ان احنا لا مش هينفع ان احنا نستنى شهر على شحن المنتجات دي، احنا محتاجين نجيبها باسرع وقت عشان نغطي الاوردر. هيبدا ان هو يتواصل مع شركه الشحن ويعمل لينك ما بينها وما بين المورد، ويبدا ان هو يشحن المنتج ده. طبعا شركه الشحن هتبتدي ان هي تتواصل او تخاطب السبلاير او وتستلم من عنده البضاعه وتبدا ان هي تشحنها، او لما هتوصل هنا هتخش في الجمرك. هيبدا هنا تاني خطوه او تاني بروسيس هيعمله اللوجيستكس وهو التخليص الجمركي. هيبدا اللوجيستكس ان هو يعمل كاستمز كليرنس او تخليص جمركي على الشحنه اللي جت، ويخلصها من الجمرك، ويبدا ان هو يصرفها من الجمرك على الشركه. وطبعا بيبلغ المخازن انه يا جماعه والله في الاوردر الفلاني ده هيجي يوم كذا او هيتصرف من الجمرك يوم كذا، عشان المخازن تستلمه وتبقى مجهزه له مكان هولد اريا او مكان الفحص في المخزن. طبعا احنا كده خلصنا الانباوند لوجيستكس. هنروح بعد كده للخطوه اللي بعديها وهي الاوت باوند لوجيستكس. ايه الاوت باوند لوجيستكس؟ زي ما قلنا الاوت باوند لوجيستكس ده اللي هو شحن المنتج التام من الشركه بقى عندنا للعميل. فهيبدا اللوجيستكس انه يتواصل مع الكاستمر سيرفيس او مع السيلز، وياخد منهم الكونتاكت انفورميشن او معلومات العميل ده موجود فين او مكانه فين، عشان بعد كده نشوف احنا هننقل له المنتج ولا هنشحن له المنتج بناء على مكانه فين. طيب اللوجيستكس خد خلاص، عرف الكونتاكت انفورميشن وعرف مكان العميل فين. هيبتدي بعد كده ان هو يستنى النوتيفيكيشن اللي هتيجي من البلاننج من المخازن ان الاوردر ده جاهز. وانس ان جاله النوتيفيكيشن ان الاوردر ده جاهز، هيبتدي ان هو يتواصل تاني مع شركات الشحن او شركات النقل. يا جماعه احنا محتاجين ننقل الاوردر ده من عندنا لعند العميل في المكان الفلاني، او محتاجين نشحن الاوردر ده من عندنا لعند العميل في المكان الفلاني. وبتفضل اداره اللوجيستكس متابعه مع شركات الشحن او النقل لحد ما المنتج بيوصل للعميل، وبنتاكد ان العميل استلم الاوردر.
كده إحنا خلّصنا السلسلة دي. هي بس يعني إحنا كنا بنتكلم ببساطة كده عن الsupply chain وكل حاجة جواه ماشية إزاي. يا رب يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم وتكونوا يعني عرفتوا الموضوع كله بيبقى ماشي إزاي. دي ببساطة الsupply chain. إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى أعمق من كده وهنتكلم في حاجات تانية كل حاجة بالتفصيل. شكرًا لحضراتكم وأتمنى أشوفكم في الفيديو اللي جاي.